مهمة جدا واحنا بنبتدي أول ساعات في 2024. عايزين إن احنا نبتديها بصحة وعافية، وإن في رشاقة، وإن احنا ناكل في العيد زي ما احنا عايزين، وخصوصا إن احنا مقبلين على أعياد الميلاد. كل سنة وحضراتكم طيبين. فاحنا عايزين ناكل وعايزين نخس وعايزين يبقى عندنا رشاقة. معادلة غريبة جدا أنا هطرحها على ضيفتي الكريمة دكتورة نرمين مقبل، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي. أهلا بيكي. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، ميرسي. ازاي وزننا ما يزيدش في الأعياد بصي والمناسبات؟ هقول لك والليالي الملاح. هقول لك لو أنا جيت قلت لكم ما تاكلوش في العيد يعني هتتضايقوا مني، وانا شخصيا باكل في العيد. ما ثواني وليه نتضايق من بعضينا يعني؟ طيب أوكي. انا شخصيا باكل في العيد. تمام. اعمل ايه علشان اكل من الحاجات اللي انا بحبها وفي نفس الوقت ان انا ما ارجعش بعد العيد زايده 3 كيلو؟ ايوه. احاول على قد ما اقدر اني ازود البروتين اللي انا باكله. يعني لو انا قاعده في عزومه احاول على قد ما اقدر اكل البروتين اللي في السفره وابعد شويه عن النشويات. يعني الرز، العيش، البطاطس، طبعا نشويات احنا كنا اتكلمنا قبل كده. محشيات قصدك؟ نبعد عن المحشي ده. يعني بذمتك يعني الوقت يا جماعه واحنا في الجو البرد ده وعندنا محشي كرنب، يعني هنقول له ايه؟ هناكل محشي كرنب طبعا. هناكل محشي احنا بس هندوق اول صفين ونقول يعني ملحه مظبوط كده. بندوق اول صفين. هناكل. بصي هناكل بس كميات نحاول نظبطها على قد ما نقدر. أوكي. نحاول قبل الاكل اننا نشرب ميه. ده هيساعدني كتير اني اشبع اسرع بكالوريز اقل، بكميه اكل اقل. احاول على قد ما اقدر اني التزم بالطبق بتاعي. يعني انا لو قاعده في سفره ما اخدش حته من كل طبق، لان ده ما بيحسسنيش ان انا اكلت، انا بس بدوق. عارفه انا بس بدوق. ايوه، ما هو احنا لما نكون بناكل المحشي اول صفين ده بتقولك ملح انا مزبوط. بس بدوق. لا يعني احنا بنلتزم بالطبق بتاعنا. والطبق بتاعنا انا خلاص اخدت البروتين بتاعي حطيته في الطبق، اخدت المكرونه البشاميل. هناكل مكرونه بشاميل والله؟ او والله العظيم انت جميله يا دكتوره. ليه ما ناكلش مكرونه بشاميل؟ ليه ما ناكلش ليه؟ لا هناكل، ويبقى جنبي كوبايه ميه بشرب منها كل شويه، علشان زي ما قلت لك املى المعده اسرع بكالوريز اقل. الميه 0 كالوري. فهشرب شويه ميه حلوين كمان. ومع الاكل عادي على فكره بشرب مع الاكل عادي. هقدر اشرب ميه. هاكل كميه اقل اكل اقل وكالوريز اقل وهشبع. طيب الاحساس بالبرد بيخلينا عندنا نوع من يعني عايزين ناكل حاجه تدفينا كده. بطاطايه مربربه كده، حاجه يعني معاها شويه كريمه، معاها كراميل بتاع حاجات بسيطه كده. بناكل بطاطا عادي. البطاطا بناكلها عادي لان هي كربوهيدرات معقده. فبتاخد كمان وقت، يعني بتشبعنا، بناخد وقت بعدها علشان نجوع تاني. تمام. فالبطاطا تمام معانا، بس نبعد شويه عن الكراميل او نحط حاجه صغننه خالص. نحط حاجه صغننه. حاجه يعني قليله. يعني حضرتك ماشيه بمبدا ان احنا ما نحرمش نفسنا. لا مش منطقي ان انا هفضل طول حياتي محرومه من الحاجات اللي انا بحبها. هاكل كميات اقل ويبقى لايف ستايل زي ما اتكلمنا قبل كده، انه هو لايف ستايل. مش عشان انا عايزه انزل في الوزن فانا هنزل دلوقتي وبعد كده خلاص هرجع تاني باكل على راحتي والكميات الكبيره. طب ما انا هرجع ازيدهم تاني. فهحاول ان انا اللايف ستايل بتاعي يبقى مور هيلثي، ان احنا نبتدي يبقى هو ده نظام حياتنا وده الستايل بتاع حياتنا. بالزبط. طيب احنا عندنا مشكله كمان في الشتاء ان احنا بنغفل شرب الميه. يعني حضرتك قلتي الميه ممكن نحطها جنبينا نشربها قبل الاكل او نشربها اثناء الاكل، لكن احنا بنغفل شرب الميه عشان ما نخش حمام كتير بقى، بنبقى مكسلين وبردانين فما بنشربش ميه كتير. بصي بيعمل فينا ايه ده بقى؟ هو انا هقول لك، هو شرب الميه في الشتاء كمان مهم جدا. وبنلاحظ ساعات، هقول لك برضو على حاجه كده كلنا بنلاحظها، انه البشره بتاعتنا بتجف. ليه؟ علشان ترطيب الجسم قل. انا تمام. بشرب ميه اقل من الصيف لاني مش طبيعي، مش بفقد ميه كتير، فما بحسش بالعطش كتير زي الصيف. ولكن الجسم برضو محتاج ميه في الشتاء. الميه اللي محتاجها اقل لان الفقدان اقل، ولكن لازم اشرب ميه. ممكن كمان اخدها في شاي اخضر من غير سكر. برضو 0 كالوري. وانا دخلت ميه للجسم عندي في حاجه دافيه، عشان انت كنتي قلتي لي عايزين حاجه نتدفى بيها. حاجه دافيه دخلت لي ميه وفي نفس الوقت انا ما خدتش كالوري زياده.
الشوربه، وطبعا الشوربه من الحاجات المحببه جدا في فتره الشتاء، وخصوصا شوربه العدس. شوربه العدس دي من الحاجات نعمل معاها ايه، وخصوصا ان ساعات بقى بيبقى ليها البتاعه بتاعتها وتتبيلتها وسمنتها الطقوس بتاعتها وحياتها. يعني شوربه العدس من الحاجات المفيده جدا على فكره، والعدس مليان بروتين ومليان فيتامين سي وفوليك اسيد. الحاجات دي كلها كمان بتزود لي المناعه في فتره الشتاء، وبتزود لي انه انا اشبع برضو. حتى العدس انا ممكن اخد شوربه العدس ومعاها مثلا توست بني متقطع فيها، وانا كده تبقى وجبه مشبعه ليا وجميله جدا وبتدفيني كمان. اكيد اكيد. العصاير والفواكه، احنا يستحب ان احنا ناكل العصاير، ناكل فاكهه من غير ما نعملها عصير، ولا ممكن نعمل الاثنين، نجمع ما بين الاثنين؟ وخصوصا ان فتره يعني الشتاء بيبقى البرتقال والحاجات والجوافه والحاجات اللي هي فيتامين سي اللي احنا محتاجينها عشان نرفع مناعتنا موجوده. هقول لك على حاجه، انا برضو انا مش هينفع احط بابليك رول نمشي عليها كلنا. لانه مثلا في شخص بيبقى محتاج انه ينزل في الوزن، فده ممكن لازم ياكل الفاكهه زي ما هي، لانه الفايبرز فيها بتبقى اعلى وما فيش سكر خالص. ده هيبقى انه ياكل الفاكهه دي، ما يشربهاش عصير. بالظبط، ما يشربهاش، ده ليه احسن. ولكن حد تاني مثلا وزنه مش محتاج ينزل في الوزن، ده مسموح ان هو يشرب عصير. حد تالت ما بيحبش السكر، فبيعمل مثلا البرتقال بيتعصر وبيتحط من غير سكر. فانا اشوف جسمي محتاج ايه واتحرك على الاساس ده. لو انا عايزه انزل في الوزن، خليني اكل الفاكهه زي ما هي بالفايبرز بتاعتها عشان اشبع اسرع. لو انا مش محتاجه انزل في الوزن، ممكن اخد العصير، ويبقى لو انا بحافظ زي ما بنقول على لايف ستايل صحي، اخد العصير من غير سكر، اعود نفسي على كده. لكن بابليك رول نمشي عليها كلنا، انه احنا كلنا مختلفين يعني. طبعا ما فيش، لان القاعده ما فيش قاعده ثابته لكل الناس، لكن هي في عموميات بنقدر نمشي او نختار اللي يتناسب مع كل واحد وحالته الصحيه. بالظبط كده. طيب احنا بقى الاعياد بيبقى كحك وجاتوهات وبيتفورات، ونعمل ايه؟ هناكل والعقد على الرأي. انا لو رحت عند حد وقدم لي كحك، قدم لي هاكل يعني. ولكن مش لازم اخد 10، مش لازم اخد 10 قطع. ما هو جاتو سواريه يعني ده صغنن قوي. لا 10 كتير يعني، ممكن اخد واحده 2. انا هاكل ولكن انا بس بعتمد على الكميات زي ما قلت لحضرتك، وما يبقاش خلاص انا جبت بقى جاتو في البيت فانا رايحه جايه على الثلاجه باكل فيها صبح وليل وظهر وبدوق دي كالوريز بتعد عندي. لو انا برضو من الناس اللي عايزه تنزل في الوزن، كالوريز بتعد عندي وانا مش محسوبه، مش بشبع. فاحنا ممكن ناكل، لكن هناكل احنا مش ممكن، احنا هناكل. ولكن حسب جسمي، انا لو عايز انزل في الوزن ما اخدش كميات كبيره. الفاكهه والحاجات الحلوه ناكلها بعد الغداء بقد ايه؟ لو حد عايز ينزل في الوزن بياخد الفاكهه قبل الغداء. دي فكره حلوه. طب نقولها دي، نوضحها ازاي بقى؟ يعني انا لو عايزه انزل في الوزن وداخله مثلا على مكرونه بشاميل في العيد، لا خليني اخد الفاكهه قبل الاكل. ايا كان نوع الفاكهه؟ ايا كان نوع الفاكهه، هتبقى اهون من المكرونه البشاميل. الفاكهه هتديني ان انا خدت حاجه حلوه، وزي ما بقول لك لو خدتها زي ما هي من غير عصير فيها فايبرز، فهتاخد لي جزء، تغطي لي جزء من المعده حلو. فكميه الاكل اللي بعدها اللي انا خايفه منها دي ان هي تخني مش هتبقى كبيره. في ناس بتتخيل ان هي لو امتنعت فتره عن الاكل كده هتخس. لا وتيجي تلاقي نفسها ان هي ما بتخسش. فالجسم بيحصل فيه ايه؟ هو الجسم ذكي وربنا خلقه سبحانه وتعالى ليه ميكانيزم معين في اخذ احتياجاته بتاعته تماما يعني. ده حقيقي. الجسم لما بيقرا انه الداخل ليه قليل بيبدا دي سبحان الله زي في المجاعات مثلا. الناس هو ميكانيزم دفاعي دفاعي عن نفسه ان هو ما يتدمرش، فبيبدا يقلل الحرق علشان يقدر ان هو يتأقلم على القليل اللي داخل. ودي مشكلة من المشكلات اللي بقابلها في الحالات لما بتجيلي ثابتة في الوزن، تبقى عملت كل حاجة اب تو انها ممكن ما تاكلش اليوم كله علشان تنزل والميزان ثابت. ليه؟ لانه الحرق عندي قل. الجسم قرا ان الحرق اللي داخل قليل فبيقلل لي الحرق، للاسف ده مش بيساعدني في نزول الوزن. ازاي بنقدر ننزل المية بتاعة الجسم الزيادة؟
سؤال ذكي ده، ربنا سؤال يخليك. حلو. ميرسي يا فندم. كل مره كده سؤال. ربنا يخليك. الميه الزياده دي بتجيلي من ايه؟ من ايه؟ من هرمون اسمه الكورتيزول. بيتفرز في الجسم لما بيبقى الشخص عنده ستريس معين، عنده مشكله في الشغل، مش بينام عدد ساعات كافيه. عايزه اقول لك ايام الاعياد انا بعرف امهات وستات كتير بيبقوا متضايقين من ايام الاعياد من كتر المسؤوليات ما هي كتير عليهم. فاول ما بيحسوا بالاسترس ده بتلاقيهم زادوا. يعني تيجي تقول لي البنت او الست يا دكتوره انا ما اكلتش كتير في العيد بس زايده 3 كيلو. تلاقي بقى الميه اللي في الجسم دي اللي حضرتك بتقولي عليها اتخزنت. واحد اقدر انزلها باني اشرب ميه كتير. هشرب ميه كتير فهياخد الاملاح اللي هي اوريدي عامله لي الاحتباس المائي ده وينزلها في البول. تمام. 2 اقلل الاسترس على قد ما اقدر. انا عارفه ان هو صعب كلنا على في حياتنا. احنا الفقره اللي جايه روشته سعاده، فهنشوف ازاي نقلل الاسترس. ممكن يعني نتابع فيها بس الاسترس ده عامل رئيسي بيلعب في هرمونات الجسم وبيخلي الهرمون يخزن لي ميه الكورتيزول ده فبيزيد الوزن وتبقى يا عيني الشخص ما اكلش كتير، بيبقى الاكل العادي بتاعه او زياده حاجه بسيطه. فهو احنا نشرب ميه، اشرب ميه كتير واقلل الاسترس. لا دول لو عملناهم تمام هتلاقي الميه نزلت. هنلاقي الميه نزلت. في سبب تاني كده ممكن يخزن لي ميه، هو الدوره الشهريه عند البنات والستات. طبيعي انه بيبقى قبلها كده باسبوع بيبدا الواحد ما حاسس ان جسمه منفوش يتنفخ ده حقيقي يتنفخ. ده يعني مرحله كده بتمر بيها اي سيده، وبعد الدوره الشهريه النفخه دي بتقل والميه بتنزل. روشته حضرتك بتقوليها لمشاهدينا الكرام ان هم يحتفلوا باعيادهم ونحتفل بأعيادنا بشكل آمن لينا ولولادنا. نحتفل بأعيادنا بشكل آمن، نحاول على قد ما نقدر إننا نزود النشاط البدني لينا. يعني أنا عندي عيد هحاول على قد ما أقدر إني أشوف صحابي وأشوف أسرتي ونخرج بره، نروح نزور عائلتنا. ما نبقاش الجملة هناكل فين، لكن بلاش نقابل هناكل فين ونقعد على الكنبة قدام التلفزيون وبناكل بس. الله قصدي لا ما ينفعش، ما يصحش صح. يعني دول اللي نبعد عنهم. خلاص. لو بعدنا عن دول هتلاقي الموضوع هيبقى أسلس كتير. سعدت بلقائي مع حضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. بشكر ضيفتي الكريمه الدكتوره نرمين مقبل اخصائي التغذيه العلاجيه. شكرا لاعزائي المشاهدين للفقره الاولانيه، لكن لسه انتظرونا وروشته السعاده.